القراءه بتأني دابا تلعبات المقابله وحنا متفقين على انه نتيجه ديال التعادل مزيانه ايجابيه، ماشي المردود، لا لا انت تذكر الان على نقطه دينها نقطه دينها بالطريقه باش لعبنا ما تهم شيء. علاش؟ لانه هذه بطوله ديال بطوله من 3 ديال الدورات. الدوره الاولى لعبناها، غنلعبوا الدوره الثانيه مع بلجيكا، والدوره الثالثه غادي يلعبوا معها. هذا هو اللي مهم في هادشي كامل. اول حاجه غنديروا واحد القراءه في التشكيله. نعم، التشكيله ديالنا كي كانت منطقيه، كلشي متفق عليها في الاول. نعم، كلشي في الاول. وعلما بانه لما كنا تنقراو في قبل المقابله الناس يقولوا حنا ما كرهناش يلعب الزلزولي. كاين الهضره ديال الزلزولي يلعب، بغينا الزلزولي يدخل، ما كرهناش يلعب الزلزولي. الزلزولي هو دخل، بان بانه الاختيار ديال الوالد كان اختيار منطقي مقبول. كانوا تيقولوا مثلا بحال دابا الاغلبيه كلشي مشى في هذا الاتجاه هذا. اذا ولكن الطريقه باش لعبنا كان تيبان فيها واحد النوع من الحضاره، واللي زاد عذبنا شويه الفرقه ديالنا هي انه لما تنشدوا حنا الكره عند المدافعين تنبغيو حتى حنا نخرجوها. ملي تنبغيو نخرجوها تلقاو قدامنا 4 ولا 5 ديال اللاعبين كروات قراب لينا. اذا شنو من اكد السايس تنتفكوا منها. في الشوط الاول كنا تنخرجوها لعند حكيمي شويه، ولكن في الشوط الثاني ما بقاش تخرج عند حكيمي كاع نهائيا. الكروات شكل اخر، الكروات لما تياخذوا الكره في الدفاع كان تيلقاو قدامهم شكون؟ تيلقاو النصيري هو اللي غادي ماجي، والاخرين تيرجعوا نص الميدان. خصنا نعمروا وسط الميدان، عمرنا وسط الميدان، حدينا من الخطوره ديال الكروات، ولكن بدون ما نشكلوا عليهم خطوره. يعني بحال قلتي كنا دايرين مقابله سلبيه، يعني بحال كنا لاعبين على 0-0. يعني انه او لا، لانه حنا انا عامرين مالئين وسط الميدان، ما يجيو شيء الكروات، ما ياخذوا شيء. مودريتش ياخذ الكره عند واحد الوقت يولي هو اخر مدافع، تيدوروها بيناتهم، تلقى واحد المتنفس التمريره وما كاين والو. ولكن ملي تشدوا حنا ما كاش عندنا هاد الميزه انهم نبقاو ندوروا كره ونديوها ونجيبوها بيناتنا وتمشي من اليمين من اليسار. ما كاش عندنا الزعامه، ماشي ما كاين الزعامه، حتى هما دايرين واحد فارضين عليك انك تحيد الكره، حيت هما تيضغطوا عليك برعاد اللعابه، حتى تضغطوا غير بواحد. علاش؟ لانه هما داخلك برعاد ديال اللعابه باش يمكن لك تخرجها في وسط 4 فيها واحد النوع من المغامره. نعم، الا بغيتي دير هذه القضيه لما تيضغطوا عليك المدافعين، المدافع الاوسط يضغطوا عليه جوج، خصو يكون في واحد النوع من المغامره. شي المغامره هو يقبض الكره ويعطيها للمرابط والاناحي في الوسط وتخرج. هذه فيها واحد النوع من المغامره ما تنديروهاش. تديروا تيديكاجي الكره لعند المدافعين تياخذوها تيبقاو يلعبوا بيناتهم هما واحد المده تيلعبوا. كان فيها اول باش نعييو ذاك المهاجمين لانه ما غيلعبوش الكره، واللاعب اللي عنده الكره ما تيعياش قد اللي تيجري تيتبعها. اذا هذه العمليه كان فيها واحد النوع من اللعب السلبي لينا وليهم. نعم، لينا وليهم. وبالتالي هذه مقابله كانت تيبان لي واخا يلعبوا فيها حتى 4 ايام ما بقاوش ما كانش فيها حيت حتى هما حتى الكرواتيين يعني كانوا غادي يكونوا راضيين بالنتيجه التعادل. بان بانهم كانوا على الاقل ما غاديش يبغيو الخساره امام منتخب الوطني المغربي. الطريقه باش كنا تنلعبوا لا حنا ولا هما ما كانش فيها يعني غرام ديال الامل انك تشوف فيها واحد النوع من المتعه. نعم، حيت ما كناش نلعبوا مثلا هجوم هنا هجوم هنا، لا اللي تياخذها ياك حتى هما تياخذوا الكره المقابله اش يديروا؟ تياخذوا الكره بقاو مروا بيناتهم. يعني ماشي ذاك الاراده ديال انه خذ الكره وطلع قلب عليها واخا تضيع عليك، لانه الا بغيت تهاجم ما تتخممش في الكره واش تضيع عليك. الا بغيت تهاجم وتخلق الفرص ديال التسجيل تتولي تقلب العمليه الثنائيه، والعمليه الثنائيه تضيع فيها الكره، ولا تقلب على لي باس اون بروفوندور وباش دير لي سونتراج. هذا فيه واحد النوع من المغامره. الكروات لا، حتى هما كانوا تيقول لا تناسيرو لي باس ديالنا، نلعبها نعطيها له وبس اسيرو لا باس. خصها حتى شي واحد اللي خاوي، هذاك اللي خاوي ما تيضيقوا حتى شي واحد، بمعنى انه اللعب اللي هو تيبان لك تيمر الكره بيناتهم ولكن يلعب سلبي. نعم، اذا هما لعبوا بلعب سلبي وحنا لعبنا لعب سلبي، هما داو نقطه وحنا دينا نقطه وهما فرحين وحنا فرحانين. نعم، هذا هو الايجابي في هذه المقابله ككل، هو النقطه الايجابيه زميلي سعيد زادوق. يعني النقطه في المباراه امام كرواتيا، يعني كون ما شفناش المقابله يعطيونا التعادل نقدروا نسينيو عليه المغاربه كاملين، مثلا نقدروا نسينيو على التعادل، بغينا نقطه بركه عندنا. يعني نقطه ايجابيه كتعتبر المغرب في هذه المباراه هذه. داكشي اللي بغيت تشوف داكشي ديال اللعب ديال اناحي وديال سميتو هو هذا المباراه ديال الشيري لا ديال بوفال وهذا الشيء هذا لا ما عندهاش علاقه. اسمع لي، داكشي اللي بغيت تشوف راه تتفرضوا عليك الطبيعه ديال المقابله. راه الطبيعه ديال المقابله ما كانتش عطيناك، يعني عشان نقول لك الامل باش تشوف هذا الشيء هذا. مباراه واقفين، لعابه واقفين، لاعبين واقفين، حاشي لاعبين واقفين، لاعبين واقفين، شي واقفين.
راه تنمروا كرة واقفين المدافعين ديال كرواتيا واقفين، ما كاينش ذاك اللعاب اللي تيمشي ويطاكل ويتمرج. واش بان لك واحد الاندفاع، واحد الحماس؟ الناس لاعبين واقفين حتى في وسط الميدان. اذا اللعابه باش يمكن لك تشوف ذاك السلاسه ديال الكره، ذاك اناحي ما يمكن له يكون مزيان الا الا كان او موفمون تيشد الكره هو غادي بها باش يمكن له يكروشي ويقلب. سميتو بوفال كذلك، هذا الشيء كان منعدم، كانوا الناس لاعبين واقفين لا حنا ولا هما. يعني بحال تيقول لك انت ما تجيش لعندي وانا ما نجيش لعندك. هذا الشيء اللي بان لي انا هكا قريت باش يمكن لي نلقى بوفال نشوفه مزيان. خاصني لما ياخذ بوفال الكره يلقى قدامه مدافع ولا جوج، هو تيلقى قدامه 11 لاعب ديال 11 لواحد ديال كرواتيا. لما تياخذها زياش يلقى قدامه 11، لما تياخذها مودريتش يلقى قدامه 12. دونك اذا العمليه باش نشوف انا مقابله فيها واحد نوع من المد هجومي. شوف غير البارح فرنسا مع الاسترالي كانوا لاعبين المقابله مفتوحه، اللي تيقبض الكره داك مبابي تيلقى قدامه جوج ديال اللعابه بين الواحد والواحد 10 متر تيدوز الاول يدوز الثاني. هنا ما كانش امكانيه باش يمكن لك تدوز، يستحيل. وقلت لك على بوفال كانوا عارفينه. بوفال فين ما كان تياخذ الكره فين تياخذها؟ اولا تياخذها عند الشرطه، عند في وسط الميدان. اش يلقى قدامه؟ تيلقى قدامه واحد جوج ثلاثه. اش من فين غيراوغ كي غيديراوغ. الطريقه ديال المقابله باش تلعبات ما نسبتنا غير من حيث انه عطاتنا مقابله بايقاع بطيء. هذا هو اما اللعابه ديالنا مثلا بحال دابا اناحي تيبغي يمشي بالوبي ويبغي داك الكرات، يعني هو وزياش ما كاش متوفر هادشي هذا. علاش؟ لان كل منطقه فيها تقريبا 9 10 ديال اللعابه، 10 اللعابه ما ديرش هادشي هذا. هذاك اللعب ديالنا حنا تيكون مزيان في الوقت اللي تكون لاعب يعني ما بين المدافع ديال كرواتيا وما بين المدافع ديال المغرب خاص تكون واحد 70 متر، ويكون ليسباس بين اللعابه، ويكون المهاجمين اللي ما يهاجموا ما يرجعوش، ماشي ما يرجعوش ما يدافعوش، ولكن ماشي بهاد الطريقه ديال انه واحد الوقت كنا دايرين 5-4-1 كي غدير ليها وهما كذلك كي غدير لها الكره هذه. اذا الطبيعه ديال المقابله صعيب. اللي غنتفق معك عليه هو بعد دوبا داك التمريرات اللي تكون داخل منطقه الجزاء على قلتها ما تتكونش بداك الدقه، وهذاك الشيء عنده ظروف